بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في قناتكم الكورة تحت الضغط. بفكركم في كل حلقة اللي احنا بنحلل أسباب وعوامل نفسية بتأثر على نتيجة المباريات. يعني احنا ما بنحللش تكتيك يا جماعة. قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة يا ريت تتفاعلوا معايا وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات على أداء لاعبي النادي الأهلي ولاعبي بتروجيت، وكمان أداء مدرب الأهلي ومدرب بتروجيت. بداية الأهلي وبتروجيت تعادل 1-1. بدأت المباراة بس بحضور بتروجيت. يعني أنا شايف اللي بتروجيت اللي حضرت الشوط الأول، الأهلي كان في راحة يا جماعة أو في أجازة أو كان في عطلة، مش عارف بصراحة. يعني هو كل اللي نقدر نقوله على الشوط الأول اللي بتروجيت جات وأحرزت هدف في الأهلي، والأهلي ما كانش لسه طلع من أوضة اللبس بتاعته. طب الأهلي ما طلعش من أوضة اللبس ليه؟ عشان مفيش اعداد نفسي قوي لمباراه بتروجيت. لعيبه الاهلي نازله المباراه بدون اعداد، بدون دوافع، ما عندهاش رغبه في اللعب، نازله مستسهله المباراه، اللي الخصم ضعيف هنجيبه جون في اي وقت، احنا هنفوزهم. ما احنا الماتشين اللي فاتوا فزنا في اخر دقائق، والماتش اللي بتاع افريقيا احنا كان مطرود مننا واحد وفزنا، والحظ بدأ يجي قدامنا تاني، والحظ بدأ يلعب معانا والدنيا هتمشي وهتدور. لا، مش كل مرة تسلم الجرة، مش كل مرة هتبقى وحش وتفوز. عشان تفوز بالمباراة لازم تبقى عامل إعداد نفسي وبدني وذهني قوي لكل مباراة، وتشوف أهدافك إيه من المباراة، ولازم تحقق أهدافك داخل المباراة. ده تقريبا كان ملخص الشوط الأول. الشوط الثاني بصراحة الأهلي بيلعب في ال 18 بتاع بتروجيت. الاستحواذ تام وكامل للأهلي. بناء على الاستحواذ اللي حصل الأهلي أحرز هدف التعادل. وانتهت المباراة 1-1، وده تقريبا ملخص الشوط الثاني. الأهلي نزل استحوذ لعب في 18 جاب جول. طيب الأهلي ليه ما فاز بالمباراة؟ طيب الأهلي ما فاز بالمباراة عشان من الواضح اللي مدرب النادي الاهلي ما اتفرجش على مباريات الدوري العام اللي فاتت. يا جماعه هتستغربوا، انا عارف، لا والله زي ما بقول لك كده، المدرب ما اتفرجش وخصوصا على مباراه الزمالك. عيد في دماغك كده سيناريو مباراه الزمالك والاهلي. الاهلي لعب كام عرضيه قبل ما يجيب الجون الاول في الزمالك؟ آه كام عرضيه جه منها جون في ماتش الزمالك؟ ولا عرضيه. طيب الاهلي لعب كام عرض، محمد هاني وزيزو كام عرضيه وكام كورنر؟ هنلاقيهم عدد قياسي النهارده من العرضيات والكراني. طب ايه النتيجه؟ ولا حاجه خالص. النتيجه الوحيده بس عشان نبقى منصف، ودي كانت من على حدود ال 18، هاني وزيزو الكوره اتعرضت داخل ال 18 بالهيد، تاني دخل جراديشار حطها جول. طيب انت عندك هيدر؟ لا. انت مدرب لاعبتك على العرضيات؟ لا. عندك حد بيجيد التعامل مع العرضيات غير ياسين مرعي؟ لا. ياسين مرعي كان في حالته؟ لا. طيب ايه اللي انت عملته للاعبتك لما لقيت العرضيات مش جايبه نتيجه؟ ولا حاجه. لا بجد والله والله ولا حاجه. طب اللي كان عندهم حلول غير العرضيات انت طلعتهم بره، اللي هو تريزيجيه وبن شرقي، واعتمدت كل لعبك على عرضيات محمد هاني وزيزو، وطلعت بن شرقي وتريزيجيه، ونزلت قفشه، ونزلت عمر كمال، ونزلت احمد عبد القادر. انا من وجهه نظري الناحيه الشمال ولا حاجه. بن شرقي بن شرقي وتريزيجيه كان حالهم في الملعب افضل من عبد القادر وقفشه وعمر كمال، وكانوا اخطر في الملعب من الجماعه دول. يا جماعه مدرب الاهلي ما بيقراش الماتش كويس.
مدرب الاهلي ما بيحضرش الماتش كويس. مدرب الاهلي ما بيفكرش خارج الصندوق. مدرب الاهلي لغايه دلوقتي نمطي. مدرب الاهلي بيعتمد على العرضيات، والاهلي مش فريق عرضيات. ما عادش في حسام حسن، ما عادش في عماد متعب، ما عادش في فليكس، ما عادش في الهيدر بتاع زمان بتاع الاهلي. طب انت نازل تلعب عرضيات لمين؟ انا قلت في تعليقي وتقييمي على مدرب الاهلي اللي هو مدرب ما عندوش مبادره، وهو دايما رد فعل. انت دلوقتي نازل شوط كامل مضيعه قدام بتروجيت بدون اي تغيير ولا تكتيك ولا اي حاجه خالص، ولا رايح حتى للماتش. طب ازاي؟ ضيعت 45 دقيقه. طب وال 45 دقيقه التانيين تلعب نمطي. اي عيل صغير بيتفرج على الماتش، آه ياسين مرعي، ياسر ابراهيم، ديانج هيطلع الكره لمحمد هاني. محمد هاني هيحطها في نص الملعب. في نص الملعب هيديها لمحمد هاني. محمد هاني هيديها لزيزو. زيزو هيعرضها، او زيزو هيديها لمحمد هاني تاني. محمد هاني هيعرضها. هنضيعوها. في اكتر من كده في الشوط الثاني يا جماعه. كنا بنوصل للجول وضيعنا كتير جدا. بس ايه النتيجه؟ النتيجه اللي انت خسرت 2 بونت من ماتش كان في المتناول، من ماتش تفوز يعني على الاقل جيب 5 6 جوان في الشوط الثاني. ليه احنا ما عندناش ابتكار؟ ليه دايما احنا عندنا نمطيه في الاداء؟ ليه ما عندناش حلول؟ هو حل واحد هو العرضيات. ليه فين اللعب جوه الصندوق؟ فين هات وخد جوه ال 18؟ ما كملتش، ما اتلعبتش عدل. مره عملها بن شرقي ومره عملها احمد عبد القادر ومش حلوه. والله ربنا يستر بقى في ماتش مصر اللي جاي ان شاء الله، والسوبر المصري ان شاء الله. زي ما عودتكم في كل حلقه، احنا بنقيم اداء لاعيبه الاهلي. محمد الشناوي 4. طبعا محمد الشناوي هو سبب في الجون، سبب مباشر في الجون، هو وطاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم. محمد الشناوي 4، محمد هاني 6، محمد شكري 5، ياسر إبراهيم 4، ياسين مرعي 5، ديانج 8. وأنا من وجهة نظري ديانج أفضل لاعب من لعيبة الأهلي النهارده. بن رمضان 5، تريزيجيه 4، طاهر محمد طاهر 2، بن شرقي 5، زيزو 6، جراديشار 5، قفشه 3، عبد القادر 2، عمر كمال 3. يا ريت تكتبوا لي رايكم في الكومنتات من اداء لاعبي الاهلي، وايه رايكم في التقييمات بتاعتهم، والدرجات دي مناسبه لادائهم داخل المباراه ولا لا. ما تنسوش يا جماعه لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.